هيفا وهبي صحيت من النوم لقت تحويشة العمر راحت، اتغسلت في 4 مليون دولار حتة واحدة. الضربة جت من أقرب حد ليها، ولما قررت تواجه قلت لها عيب يا هيفا أنا جوزك برضه، وما يصحش تشكي فيا كده، ده أنا ستر وغطى عليك. قالت وحياة العيش والملح اللي بينا لا تاكل عيش وحلاوة وتنام على البورش. محمد وزيري مدير أعمال هيفا وهبي يخرج من السجن بعد 3 سنوات حبس. يا ترى ايه هي كواليس خروجه ليه؟ أول رد فعل عمله كان صادم للكل، ازاي ما بيردش على حد وقرر يعمل ايه في حياته الفترة الجاية. لو كنت من محبين هيفا وهبي تعالوا اقول لكم تفاصيل الحكاية اللي حصلت لها من أقرب الناس ليها، ازاي واجهت الموضوع لحد ما جابت آخرها وباعت القضية. محمد وزيري عرف قيمة نفسه أكتر وهيقدرها، واللي حصل له من 3 سنين فاتوا مش هيتكرر تاني، علشان قعدة البورش علمته كتير. هيدلع نفسه وينسى الماضي الصعب بعد ما عرف قيمة الحياة برا الحبس، ومش هيكرر غلطته تاني. أول صورة ظهر فيها مدير أعمال هيفا وهبي السابق من ساعات بعد ما خرج من الحبس والكل اتفاجئ بيها. اللي عمل غلطة يتحاسب عليها، بالذات لما يكون في قانون يحمي الكل ويرد على الحقوق. واللي حصل غدر الهيفا وهبي من كام سنة عمله مدير أعمالها السابق محمد وزيري، علشان يخرج لازم تعرفوا الكواليس. محامي هيفا وهبي جاب لها حكم بالتحفظ على أمواله، ومن هنا أكيد فلوسها هتاخدها. هيفا وهبي من أيام قالت إنها ولا فارق معاها الحكم، زي ما قالت هي سايبة القضية للمحامي بتاعها وواثقة فيه، خلاص اللي يحصل يحصل. وكان باين عليها إنها زهقت من القضية والجلسات وباعت القضية خالص، لحد ما اتفاجئنا كلنا من ساعات بأول صورة لمحمد وزيري بعد حوالي 3 سنين، وقال مقولة كده على لسان ستيفاني بيركنز، واللي هي كلما عرفت أكثر من أنت وما تريد كلما قللت من ترك الأشياء تزعجك. وواضح من كلامه إنه خلاص عارف قيمة نفسه، والغلطة اللي حصلت مش هيتكرر تاني ولا هيعمل أي غلطة. بس اللي عمله خلى الناس تستغرب، هو كان بيتسأل في التعليقات عن خروجه حقيقي ولا لأ. من كتر الأسئلة اضطر إنه يقفل خاصية التعليقات خالص وما يردش على حد، لكن بعدها رجع فتحها من تاني. لكن اللي واضح انه خرج بالذات بعد ما هيفا وهبي خدت حكم التحفظ على امواله. الحكايه بدات لما محمد حمزه عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري تم اتهامه من هيفا وهبي انه لهف منها 63 مليون جنيه من غير وجه حق من ممتلكاتها، وده بموجب توكيل عام كان بيديله الحق في التعامل في المبالغ المستحقه ليها عند المنتجين والقنوات الفضائيه وبعض منظمي الحفلات. محمد خد حكم 5 سنين وبعدين اتخفف الحكم بعد الاستئناف وبقى 3 سنين. ومع تداول القضية اتقال انه متهم بتسديد 4 مليون دولار من فلوس هيفا وهبي، خد منها 5 فيلل. في النهاية شاركوني في التعليقات برأيكم في اللي عمله محمد وزيري بعد ما خرج من السجن.